مدرب الزمالك يانيك فيريرا بيعمل حاجة في الملعب وتفصيلة في الملعب صايعة جدا، ولكن مش أي حد يلعبها. ركز معايا وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تعمل لايك وشير وفولو. مهم الفيديو. بص يا سيدي، مدرب الزمالك يانيك فيريرا في مباراة سيراميكا كيلوباترا عمل إيه؟ ركز معايا. الكورة الأولى كانت عبد الله السعيد هو صاحب المشهد، والكرة طلعت طويلة. عبد الله السعيد كان مهاجم تاني. الكرة التانية بص الجزيري وشوف مين اللي واقف بدل عبد الله السعيد اللي خرج ساعتها، هو ناصر ماهر. والكرة التالتة هو ناصر ماهر جوه منطقة الجزاء. اذا يانيك فيريرا عايز يلعب بصانع الالعاب مهاجم تاني، ويثبت 2 ديفندرات اللي هم دونجا ومحمد شحاته في نص الملعب. اعتقد ان التفصيله دي صعبه على عبد الله السعيد عشان الالتحامات وكده، ولكن ممكن ينجح فيها ناصر ماهر، ان هو يلعب باللاعب صانع الالعاب، يلعب مهاجم تاني جنب الجزيري او جنب ناصر منسي. لو الكلام عجبك فولو ولايك والشير مهم جدا جدا، وجهة نظر في الكومنتات وفولو، والسلام.